اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست فاهم قصدي، وحلقه خاصه جدا ومختلفه بعنوان سيبني في حالي الدنيا صيام بمناسبه شهر رمضان الكريم. وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيب. وانت طيب، رمضان كريم. الله اكرم. اتمنى الجمهور يشوف الصرف اللي اتعمل في الاستوديو. كميه ديكورات. ساعة ونص بنحضر يعني الموضوع مجهود رهيب. في الاخر انا بس عايز افهم انا ليه خدت ضمضم وانت خدت بوجي بس، ولا كمني مسيحي يعني. يعني انا حاسس ان كويس ان أنا اديتك حاجه مش يعني. في الاول كان عايز ياخد الاثنين، كانت غريبة جدا. بس يعني لا، رمضان كريم شهر جميل وكلنا بنستناه، مسيحيين او مسلمين. بس دلوقتي احنا دخلنا بقى في المرحله اللي هي بتاعت التجهيزات بتاعت رمضان على الابواب ان شاء الله، خلاص يعني قربنا. وفي دايما حمله واسعه النطاق على السوبر ماركت. احنا مش داخلين رمضان، احنا داخلين مجاعه. ايه السبب ان الناس بجد بتهجم على الحاجه التخزين؟ يعني هو ايه اللي بيحصل؟ يعني بص، انا معاك. انا بحس انه يعني بشوف ان الناس فعلا بتعمل اللي انت بتقوله ده، وبيكون في رمضان الحق، عايزين نجمع، عايزين نخزن، عايزين نعمل على. هل في ناس يعني مش حابه انها تنزل تعمل كل شويه، كل 3-4 ايام يروحوا السوبر ماركت يلموا حاجات؟ يعني انا بشوف انه في انواع مختلفه من الناس. في ناس ودول قليلين، بحس ان دول قليلين اللي بيتعاملوا مع رمضان انه شهر عادي. يعني زي ما هو احنا في رمضان بنعمل ايه مختلف؟ احنا بناكل زي ما احنا بناكل كل يوم. الفرق ان احنا بناكل في ميعاد معين بس. يعني في ناس بتعمل كده، بس دول قليلين. بس في ناس تانية عندهم في مدرسه تانية. رمضان لا، ده موضوع مختلف. هنجيب ونستوك وتلاجة وديب فريزر يعني، ونعبي بس انا بحس ان في ناس بتعملها ان هو اول اسبوع 10 ايام في رمضان عزومات موت، فبيبقى مفيش وقت قوي ان انت تنزل تبضع. بحس كده، بحس ان في ناس بتاخد الموضوع ان هو اوكي احنا نجيب 4 كيلو من كل حاجه، بحيث ان احنا اول يوم طنط مديحه جايه وتاني يوم ثانيه واحده، انت عرفت منين اول يوم طنط مديحه جايه؟ طنط مديحه بتيجي دايما في اول يوم. مدام عواطف جايه في اليوم الثاني، احنا مش عارف ايه. فاللي هو هي يعني هي دايما محضره ان هي احنا اول يوم هنعمل مش عارف اكل معين، وتاني يوم اكل معين، فاحنا بنجيب طلبات اللي هو اول اسبوع، بحيث ان هو مفيش وقت بقى تنزل وتطبخ كل الاكل ده. يعني جزء منها مفيش وقت ان انت تطبخ وتعمل وتجهز كل الحاجات دي يوم بيوم. والجزء التاني برضو اللي انت قلته ده، حسيت هو معلش، هو ليه اسره واحده او بيت واحد؟ ليه طنط مديحه النهارده وطنط يعني ال10 ايام الاولين هم بس بيعزموا ناس؟ طب هنتعزم امتى طيب؟ هي هات وخد برضو الحياه يعني. يا طنط مديحه قطع الدراع خالص. طنط مديحه اول يوم عندك، تاني يوم عندي. طنط مديحه 30 يوم ما شاء الله ما بتروحش السوبر ماركت. منوره الشاشه يا طنط. هي دي ما بتروحش السوبر ماركت. وبرضو عشان برضو الناس اللي بتشتغل يعني بتروح اشغالها وبترجع، وفي تاني وقت معين احنا كلنا محتاجين نفطر فيه، فمع الشغل والبيت وفي وقت معين محتاجين ننام فيه برضه. يعني انا بتخيل ان هو برضه يعني بالنسبه حتى للناس اللي بتطبخ دي اصعب بكتير من طبعا ان انت تبقى شامم الاكل ومن الصبح في المطبخ وبتاع. واعتقد واتخيل ان عزومه كبيره مثلا لو جايب عيله وطنط مديحه جايه بقى برضه، طنط مديحه كده معانا يعني. فهي لازم تطبخ مثلا من بدري، يعني مش اللي هو ساعه قبل المغرب ولا الكلام. لا ده انت لا صدقني، انا بشوف وبيحصل في بيوت كتير يعني عزومات رمضان دي على لما تكون على يعني نطاق كبير، وخصوصا لو طنط مديحه، لا ممكن نحضر لها من قبلها بيوم. قبلها بيوم في حاجات حاجه مثلا تتعمل، وفي حاجات تبقى على التسويه عشان هو في اشخاص كتير وعدد ولما وكده. ايوه، ما هو في الطبيعي انت لما بتعزم حد بعيدا عن رمضان، انت برضو بتحط يعني من الساعه 10 الصبح بتبتدي بقى تتبل حاجه، تعمل حاجه فهو اعتقد ده عشان كده مش عايزين ينزلوا بقى السوبر ماركت قبل مش ناقص كمان نزود مشوار السوبر يعني. ماركت يعني دي حقيقه. بس يعني اللي بينتهي المطاف انه قرب الميعاد بتاع شهر رمضان، قرب العيد يعني. وبعدين انا بحس انه الناس بتتخض فجاه، يا نهار ابيض، ده رمضان، ده رمضان بكره، ده في بقى اللي هي بتاعت اللي هو لما نشوف الهلال ونعرف ان رمضان بكره اول يوم رمضان،
ولا بعد بكره اول يوم رمضان، صح؟ يعني مش دي تبقى لحظه تاريخيه. بس هو بيبقى فيه بنسبه توقع بنسبه 90% لا او اكتر. هي بنسبه 200%. 200% ان مثلا رمضان بكره. ما تحلمش ان رمضان بعد بكره. يعني هو الطبيعي طبعا ان هم بيشوفوا الهلال وبيشوفوا لما ورؤيه وفي ميعاد معين وباجهزه، يعني قصه عشان يتاكدوا من الموضوع. واعتقد انها من النوادر انها تحصل، ان هو يعني انها ما تظبطش مع الفلكي او النتيجه او التوقع يعني. اه وبرضه في بلاد بتبدا قبل بلاد، يعني السعوديه ده اللي المغرب، ده اللي بيبقى مستعجل بقى، فاهم؟ هنبدا يوم بدري نخلص بدري نعيد بدري عشان جبنا اكل كتير لا يبوظ ولا حاجه. لا بس هو البلاد اللي لما بيحصل اختلافات في ده بدا يوم بدري ده بدا يوم متاخر، هو برضو راجع لموضوع رؤيه الهلال. لا اكيد. احنا رحنا في اليوم المعين وطلعنا في الحته الفلانيه وبصينا وشوف، يعني ده شايف ده ما شافش. بس بيبقى في خيره جميله بين البلاد كده. احنا بدأنا رمضان، احنا لسه بعد بكره، يعني فاهم؟ في حته كده جميله كده بنقرب الشعوب، بتقرب الناس من بعض. اول يوم صيام ده تحس ان الناس كلها بتتجنب بعض. يعني اللي هو ابعد عني. على فكره ده لمصلحتك. فعلا بيبقى في حاله اللي هو يعني سيبني في حالي، الدنيا صيام. يعني فاهم؟ بس يعني اعتقد الموضوع مش عشان الصيام كالصيام، هو اكتر للناس اللي عندها بعض الحاجات اللي هي متعلقه بيها، زي قهوه سجاير. اي حد متعود على حاجه معينه بيعملها في وقت معين، انت معلش واعتقد ان معظم احنا مش هنفتح قبل الساعه 6. يعني للاسف. سوري نوت سوري. لا الموضوع صعب جدا يعني. فبحس ان هو الناس فعلا بتتجنب بعض علشان ما يحصلش مشاكل، بينما في بعض الناس وبرضه دول مش قليلين اللي هو بيبان طبيعي جدا ويخش المكتب مثلا عادي جدا، يا جماعه كل سنه وانتم طيبين. لا انا تمام مفيش اي حاجه. بس انت عارف ده دماغه بيبقى فيها ايه؟ انا ما اعرفش. بيتخانق مع دبان وشه جوه. انا بحس ان هو بيتظاهر او بيحاول، هو بس على الاقل بيعمل مجهود ان هو يفضل هادي، وان هو لا القهوه انا بشرب قهوه كل يوم 9 فناجيل قهوه في الصبح بس الحمد لله بس تمام يعني. مش حاسس باي تاثر. لا اعتقد اسهل كتير للناس ودول قليلين برضو اللي هو ما عندوش اي اعتماديه على القهوه او السجاير وكده، صدقني بيكون اسهل له. وعشان كده في ناس كتير على فكره بتفطر على قهوه، يعني بتبقى اللي هو وتسحر على قهوه. في ناس بتفطر يعني قهوه يفطر على سجاير، يعني في ناس هو ده اول حاجه يعني. في طبعا مجموعه من الناس كتير بيقول لك انا مش فارق معايا الاكل، المهم الشرب. وفي ناس انا مش فارق معايا الشرب، المهم الاكل. انا حاسس ان انا فارق معايا الاثنين. انا حاسس انت مش فارق معاك اي حاجه. في ناس لا فرق معايا الشرب ولا الاكل، فرق معايا السجاير. فاهم؟ فتحس ان هو في دايما حاجه فارقه معاك. بس ده طبيعي يعني، ان انت حياتك اختلفت يعني في الشهر ده. ان انت يومك ما بقاش زي امبارح وبدايه من النهارده لمده 30 يوم احنا مكملين في الموضوع ده. وبقول لك في بعض الناس عشان موضوع الصدمه اللي بتحصل واعراض الانسحاب وكده قبل ما رمضان يدخل، ده لو خد باله يعني ان رمضان وما اتفاجئش انه ايه ده رمضان بكره، بيقلل القهوه بيقلل السجاير، بيحاول عشان يعني ايه نحاول. حاسس ان دي حركه ذكيه جدا ذكيه جدا. وبرده الناس اللي بتعمل صيام متقطع يصوم عدد ساعات معين وبعدين ده بيساعد جدا طبعا. ده بيساعد جدا، ده بقى اللي هو يعني هو ده يعني. بس خلي بالك الصيام المتقطع داخل فيه القهوه والسجاير يعني، داخل فيه القهوه والسجاير والميه، داخل فيه حاجات كتيره غير الاكل. بس برضو هو بيساعد شويه ان هو يقفل يعني المعده سنه، يقلل احساسك بالشبع، يعودك ان انت تقعد شويه وقت من غير ما تاكل. ده حقيقي يعني يساعد. لا انا حاسس انه بيساعد جدا يعني. يعني في كل مكتب بقى، في اي مكتب هتلاقي فيه دايما واحده اسمها مريان، واحده اسمها كريستين. دول بيبقوا اشهر حاجه بقى في الشهر ده. عشان زي ما انت عارف وانا عارف وكل الناس عارفه ان يعني في بعض الايام البنات مش بتصوموا، ففي الايام دي تخش مكتب كريستين دايما تلاقي 3 مجات قهوه موجودين. وبتاعت نوتيلا كده محطوطه ونص فرخه، فاكيد هي مش كريستين مش بتاكل كل ده. 3 مجات قهوه يمكن هتطول النهارده في الشغل، هتسهر يعني. وكله داخل خارج عليها، فبتبقى حاجه
لذيذه، بس يعني مفهوم، يعني مفهوم بس. يعني انا بحس الناس مش محتاجه يعني تتكلف او تداري، يعني اللي هو نروح عند كريستين او نروح ايام، ما لو انت مش صايمه مش صايمه يعني. يعني بس في بعض البنات يعني بيبقى في شويه خجل يعني من الموضوع، يعني ان فاهم يعني مش لازم نعرف العالم كله ان هم الكام يوم دول بس يعني. ما بين كريستين ومريان كريستين وانا وانت هو اللي بيتفرجوا علينا تمام الموضوع ده ملمومه. ما تقولوش لحد بقى. طبعا رمضان عمال بيتغير من سنه لاخرى، من حقبه زمنيه لحقبه زمنيه. حاسس ان هو زمان اختلف كتير عن دلوقتي ولا هو زي ما هو؟ انا اتخيل انه اختلف كتير عن الاول يعني. اعتقد من الحاجات اللي كانت موجوده، او يعني هي لسه موجوده بس كانت اكتر قوي ومنتشره وكل الناس بتعملها او معظم الناس بتعملها، فكره ان احنا رمضان داخل فاحنا محتاجين ان احنا نجهز لرمضان، مش ان احنا نجيب اكل ونخزنه بس، اللي هو ايه الديكورات الحاجات نعمل زينه رمضان. وكان برضه حدث والناس في عماره في شارع في منطقه بيلموا من بعض فلوس وفروع زينه تعدي من شباك لشباك بس ده لسه موجود. ده في اللي هو الامبابه اعتقد اللي بيعملوا امبابه اخطر مش يعني طبيعيه. اللي ما شافش امبابه في رمضان ما شافش امبابه. لا امبابه بيعملوا فطار سنوي جماعي مش رهيب مش طبيعي. تحس ان انت يعني نفسك تشترك. أنا مش عارف العدد قد ايه بس هم بيفطروا عدد ناس كبير قوي، والناس اللي طبعا اللي بتنظم الحدث ده وبتعمله لا يعني لا الشكل اصلا بيبقى مجهود خطير. ترتيب ترابيزه من اول الشارع لاخره بكل الزينه وحلاوتها ان هم بقول لك هم محافظين على التقليد او العاده دي خطيرة. كل سنه في فطار بتاع امبابه. ومتهيألي برضه في مناطق تانية ابتدت تعمل الموضوع ده ان ما كانوش اصلا كانوا بيعملوه. ممكن على نطاق اصغر شويه او بتاع، بس الصور والحاجات اللي الناس بجد رهيبه بتشيرها على حاسس ان هم محتاجين يخشوا على يدخلوا موسوعه جينيس للارقام القياسيه. أيوة. اكبر فطار اطول مائده يعني حاجه من الحاجات دي. فدي حاجات لسه بتحصل. في كان طبق رمضان بقى اللي هو طالع نازل ده النهارده الناس دلوقتي خايفه على الطباق. لا طبعا في ناس لسه بتعمل ده اكيد يعني. لا موجود بس هو على حسب برضو انت فين يعني. اعتقد الحاجات دي كلها على حسب انت فين يعني. هي الناس ما بقتش، انا بحس كده بعيدا عن رمضان ما بقوش قريبين قوي لموضوع الجيران ده. مش عارف يعني ما بقاش فيه اللي هو زمان كان اللي هو الشارع كله عارف بعض. ما اعرفش دلوقتي ايه الموقف. بس حاسس برضو ما هو يعني بس احنا في نفس الوقت ما هو احنا كترنا قوي والشوارع كترت قوي والمناطق يعني. وزمان ما اعرفش، حاسس ان هو زمان كان الناس عندها وقت، يمكن دلوقتي ما بقاش فيه وقت. يمكن في حاجات كتير قوي بتاخد الوقت زي الموبايلات والسوشيال ميديا والحاجات دي. يعني انت لو شلت الوقت اللي انت بتعمله على الانترنت هتحس ان انت عندك وقت كتير قوي تسال على ناس كتير، تنزل تعرف بقى مين اللي معاك في الشارع ومين جيرانك يا بتفطروا ايه يا جماعه النهارده مين اللي هيجيب الطبق بتاع النهارده. بالظبط يعني. فده من التقاليد الجميله والحاجات الحلوه اللي هي لسه مكمله، انه الاكل يطلع من هنا وبعدين بكره ده ينزل لك حلويات بعده ده يطلع كذا. وعارف برضو من الحاجات المميزة جدا في رمضان واللي الناس كلها بتستناها الفطار بتاع العيلة. في طبعا عزومات كتيرة على مدار الشهر زي ما عارفين ان اول 10 ايام طنط مديحة من مكان لمكان، بس اتخيل انه اول كام يوم بيكونوا نوعا ما محجوزين للعيلة، فطار العيلة سواء هنا بس الناس كلها بتتجمع في مكان واحد. ودي حاجة خطيرة عشان انا بحس ان الناس مش بتتجمع كتير، مش بتتجمع كتير ولا بتتجمع بسهولة. فان انت بتاخد الفرصة دي ان هو اول يوم احنا هنا، تاني يوم احنا هنا، تالت يوم احنا هنا، حلوه جدا يعني. بتقرب الناس لبعض والعيله فعلا بتتجمع يعني. عشان دلوقتي صعب قوي ان احنا نجمع العيله يعني. احنا برضو صعب ان احنا نلاقي بعض بسهوله. وتلاقي دايما في حد عنده حاجه مش عارف ايه، بس وقت الفطار ووقت المغرب ما فيش حاجه يعني. 90% من الاشغال واقفه، فاللي هو خلاص احنا عندنا وقت وفرصه ان احنا عندنا وقت وفرصه. هي الساعتين دول كل الناس فاضيه فيهم ومحتاجه تفطر، مفيش حد بيعمل حاجه تانية في الوقت ده. يلا بينا. بس في بقى اكل معين بيبقى دايما موجود في اي فطار يعني. تحس ان هو شوربه اكيد يعني، سمبوسك اكيد او سمبوسه. سمبوسك ولا سمبوسه ده انا بقول سمبوسك وانا بقول سمبوسه. في ناس كتير قوي بتقول سمبوسه، ما اعرفش الكاف راحت فين بس يعني تمام. المهم احنا عارفين احنا بنتكلم على ايه يعني. بتاع دي في اكل رمضان. سمبوسك دي
اساسيه. اساسيه. شوربه لسان عصفور، شوربه عموما شوربة. اساسيه. المشاريب بقى، المشاريب دي قصه، عصاير، تمر هندي، قمر خروب، الدين. كركديه. قمر الدين ده بيروح فين بقى طول السنه يعني؟ هو انا مش بيوصل- والله ده بجد سؤال حلو. بجد حقيقه مش فاهم يعني هو يعني انا مش فاكر ان انا عمري شفت قمر الدين ده في وقت غير رمضان. ايوه ما هو لا عند حد ولا في محل ولا في حته. زي كده عمرك ما شفت حد بيلعب راكت بره البحر. ليه ما بنلعبش راكت عادي يعني؟ دي برضو من الحاجات اللي لازم على البحر. غريبه جدا. ما اعرفش قمر الدين يعني هو بيتصنع بس قبل رمضان ولا وبيخلص بيتعمل بعد رمضان يعني. ولا بيتخزن؟ ده ما زمانه باظ يا جماعه يعني. انا مش عارف، بس هو برضو في مشروبات كتير، كركديه وقمر الدين. والناس بقى طبعا يعني، وناس كتير قوي بالنسبه، في ناس لا يعني انا بشوف في الفطارات او العزومات او كده، يفطر من هنا عصير سكريات 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 لما بص. انفجر. يرفع مستوى السكر في الدم بسرعه جدا، وبعدين بعدها ب3 ثواني فاهم ينزل تاني، محتاج ياكل 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 ياكل، بعدين يرجع ياخد سكريات. بتخش في سايكل كده ما تخرجش ما منه. تصحكش ابدا بيها يعني. طبعا في ناس في حته تانية اللي هم بيصلوا الاول وبعد كده يفطروا. وبيصلي في الجامع مش بيصلي في البيت. يعني ده حته زياده شويه ده حته يعني. زياده. يعني انا كنا عازمين مره ناس عندنا في البيت وبتاع، في رمضان في رمضان عاملين افطار عادي جدا وبتاع، وانا عاده بصوم لما يعني لما ببقى هفطر مع ناس بصوم لغايه الظهر. لا يعني لغايه اي حاجه. بصوم شويه يعني. والميه مش محسوبه ماشي. فانا فعلا انا مستني الاذان قبله. يعني خلاص بقى. فاول هو لما كتر خير الدنيا اكيد ان انت صايم يعني. اول بس ما سمعت زنه في الميكروفون. يلا. فكلنا اتجمعنا، ومصطفى قال لك طب يا جماعه ابتدوا انتوا، انا هنزل بس الجامع. انا ما تخيلتش ان ده سيناريو ممكن يحصل. قلت له طب كل حاجه يعني. لا فهو كل او ممكن تصلي هنا بلح او حاجه، كل 3 بلحات او حاجه ونزل. انا بالنسبه لي ده كان حاجه. بس طالما نزل خلاص كل انت بقى. لا مع كامل احترامي. لا بس يعني انا بشوف الناس اللي بتعمل كده دي حاجه كويسه. طبعا. ليه؟ لان انت غير ان هو صلى الصلاه في وقتها، وانه كمان راح في الجامع، مش ده يعني مش ده بس، كمان ان انت يعني بيقول لك كده ان انت لما تبقى صايم كل عدد الساعات ده، واول ما تيجي تفطر مش لازم تعمل هجوم التتار على المعده، الشوربه في البط، في المحشي، في يعني الهجوم العنيف ده مش كويس للهضم ولا يعني ده مش كويس في العموم. واعتقد ان طبعا ان السبب الاقوى ان رمضان مش عن الاكل، مش يعني مش الفكره بس على الاكل، الفكره على والحلويات. يا ابني. ان الصلاه وروحانيات والقرب لله مسلسلات. واخرج عن البفتيك شويه، طلع البفتيك من دماغك شويه. فدي بتبقى اللي هو يعني ماشي انا جعان وكل حاجه ومحتاج اكل، ولكن يعني مش ده الهدف الاساسي يعني. لا مش ده الهدف الاساسي، ممكن ناخدها على الهادي شويه بالظبط. تاكل حاجه خفيفه وبعدين تقوم تريح شويه وبعدين تبتدي تاكل. السفره ما بتتشالش بقى يعني، تحس ان هو ما حدش بيلم السفره. ده احلى حاجه بقى في رمضان. السفره دايما موجوده، فانت اكبس 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 بعد كده ريح، ارجع اكبس تاني. العرض مستمر. انت منين بجد تروح اوبن بوفيه. في اي. وبعدين ما هو انت كده ممكن تاكل لغايه الفجر يعني، نروح نيجي. والاكل بيبقى حلو قوي ان انت اوقات بيبقى فيه استخسار كده ان انت تقوم من على السفره. معقوله؟ طب حته كمان. طب معلقه شوربه تاني، طب اي حاجه. فاللي هو لما تلاقي بقى ايه، امه جايبه، ما تقلقش انا مش هلم حاجه، الاكل موجود. ريح، افتح زرار البنطلون. اهدى شويه. وارجع تاني. دي بتبقى حلوه يعني، تحس ان بالامان. ايوه. والناس اللي بياكل كتير يعني، بياكل فجاه وكتير وقت الفطار، هو مش متعب، هو بيخش في كوما بعدها على طول. في ناس بجد بتتكون بعد الفطار. دايما بقى انت لما بتتعزم يعني، انت مش انت اللي عازم، لو انت اللي تخيل نفسك طنط مديحه. تخيل نفسك طنط مديحه لمده ثانيه. فانت رايح عند ناس، فانت لازم هتجيب حاجه معاك يعني. من الذوقيات ان انت تجيب حاجه معاك يعني. ودايما الحاجه دي بتبقى حاجه حلوه يعني، دايما الحلو عليك لسبب او لاخر. والكنافه تحورت جامد قوي في السنين اللي فاتت، عشان ايه اللي حصل لها؟ الكنافه تحورت اكتر من متحور كورونا بجد. في ايه؟ انا فاكر ان انا مره اتعزمت على الفطار ورحت الناس بعلبه كنافه، فتحتها قالت لي دي كنافه ساده. طيب ماشي خش. يا ما جاب الغراب لامه. يا جماعه انتوا بتعملوها كده ليه؟
هي من كتر ما بقتش موجوده بقى عليها يعني انا مش اقبال. حاسس ان في كنافه يعني انت لو عايز كنافه ساده النهارده صعب. هتلاقيها فين؟ يعني هي موجوده بس قليل جدا. هتخش ساده خالص يا فندم خالص، شويه نوتيلا طيب حتتين مانجا. انت لسه ما عبطتش ولا ايه الموضوع؟ لازم نوتيلا، فيلفت، ميلفت، مانجا، يعني لازم يبقى في حاجه. في اختراع لوتس مش عارف ايه، الحاجات دي كنافه على بسبوسه، سمكه على بلط، يعني يعني بالحلاوه والشفا اكيد، بس يعني بحس انه اوفر دوز، يعني سكر قوي، وممكن ناخد الحاجات زي ما هي. يعني انا بؤمن بالتخصص شويه. بص انا بحب العك يعني، فانا يعني انا بحب كل حاجه على بعض، فبالنسبه لي كنافه تنبسط معانا في حلويات رمضان. انا كل مره بحاول استنى اللي هو كنافه ايه بالايه المره دي بالنوتيلا. هي لازم تبقى بحاجه. نفسي بقى يعملوا مانجا بالنوتيلا بالكنافه. عايزين نعمل الميكس ده.